انظروا ماذا يقول العلامة الألباني في الجزء الخامس صفحة في الجزء الرابع صفحة 41 في ذيل الحديث 1529. يقول: الحديث وممن صححه شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال في منهاج السنة الجزء الرابع صفحة 211. طبعا بحسب الطبعة التي ينقلها العلامة الألباني، أنا لا أعلم على أي طبعة ينقل هذا الكلام. ينقل كلام الشيخ ابن تيمية، يقول: إن الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث ابن مسعود وغيره. ثم يعلق من؟ الألباني. نعم. انظروا ماذا يقول: قلت: فهؤلاء 5 من كبار أئمة الحديث. من هم؟ أحمد وابن حبان والحاكم وأبو نعيم في الحلية إلى آخره. يقول: هؤلاء قد صححوا أحاديث خروج المهدي، ومعهم، التفتوا إلى العبارة هذه، عبارة من إنسان عالم، من إنسان متتبع، يعرف محقق يعرف كل صحاح ومسانيد ونصوص مدرسة الصحابة. يقول: ومعهم أضعافهم من المتقدمين والمتأخرين. أحسنت. ليسوا فقط 5 من أعلام المسلمين، ومعهم ماذا؟ أضعافهم سبقوا وتأخروا. يعني وهذا معناه يعني أن العشرات، بل أكثر من العشرات، هؤلاء الذين صححوا هذه الأحاديث. ثم